أنا مثل ما قلت في كلمتي، يعني حبيت اليوم جمع تاع أصدقاء، حقيقة جمع تاع أصدقاء إعلاميين وإعلاميات وصناع محتوى، حقيقة جمعتني بهم الصدف في بعض الأحيان والمناسبات في أحيان أخرى، والتقينا كلنا على حب لبنان وتونس وعلى دعم العلاقات التاريخية الكبيرة اللي تجمع البلدين. هذا هو تقريبا روح الملتقى، وكنت سعيد جدا بحضور وبرعاية معالي وزير الإعلام المهندس سيد مكاري، اللي حقيقة يعتز بصداقتي لي، وأشكره كثيرا على كل ما قدمه للعلاقات بين البلدين. ألف شكر. تفضل. يعني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بحب أكدوا إنه الإرث والغنى الأساسي اللي عندنا بلبنان، خاصة إذا بدنا نحكي بمجال الإعلام، هو حرية التعبير. وهذا موضوع أنا بشوف إنه على أي وزير إعلام يفوت على الحكومة لازم يكون من أول أولويات. اثنين اللي بحب أكده كمان إنه العلاقة مع الوطن العربي هي أساسية بالنسبة للبنان اللي ما فينا نطلع نحن. أما بالنسبة لتونس أكيد يعني درسنا في كتب التاريخ كله عن اللي صار في راح تصور لقرطاج، فالعلاقة عمرها أكثر من 2800 عام. وأنا كثير فخور حقيقة بالتكريم اللي السفير التونسي أعطاني شرف إني أتكرم. أنا حقيقة ما بستاهل القد، بس انبسطت وتأثرت كثير، وكل الشكر بيروح سفير براوي. أكيد لا شك. كلمة أخيرة للإعلاميين بشكل عام بهذه المناسبة ولموقع أنا لبنان. يعني اللي بقوله للإعلاميين أكيد إنه هن عندهم مش بس الإعلام صنعة، هي كمان مهمة. ما بحب استعمل كلمة رسالة، بس إنه عندهم دور كتير مهم يلعبوه، وخاصة خليني أقول إنه على أبواب الصيف بمنطقة ملتهبة، إنه معلش يسوقوا لجمال لبنان، يسوقوا على السياحة بلبنان، يسوقوا لأنه يشجعوا السواح والاغتراب اللبناني إنه يكون موجود في لبنان بهيدا الصيف، لأنه لبنان بحاجة للجمال. شكرا لك معنا. مودة ومحبة وتاريخ مشترك. شكرا على المقدمة. معالي الوزير، سعادة السفراء، سعادة النقيب، الأخوة والأخوات، سعيد جدا باستقبال هذا الجمع المتميز من الإعلاميات والإعلاميين وصناع المحتوى من أجيال مختلفة واختصاصات متعددة في دار تونس ببيروت. وإن لن أخص أي من ضيوفنا الكرام الإعلاميين بالذكر، فإن مكانتكم كبيرة عندي وألقابكم محفوظة، ووجود قامات إعلامية كبيرة بيننا وتلبيتهم للدعوة يشرفني جدا. وسعيد أيضا باستقبال الأستاذ رفيق شلالة، المستشار الإعلامي بالقصر الجمهوري. أصدقاء تونس الأعزاء، لقد حرصت على تنظيم هذه الأمسية على شرف كل من جمعتني بهم المناسبات المهنية أو الشخصية، وبنينا معا علاقات قوامها الاحترام والتقدير والمودة وعشق الوطنين الشقيقين تونس ولبنان. ولأوجه جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في التعريف بتونس وبرصيدها الحضاري والثقافي ومزاياها الاقتصادية والسياحية، وخاصة لكل من أسهم قليلا أو كثيرا في مزيد دعم أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المتينة بين بلدينا، وكل من حرص على تثمين إسهامات البلدين في الحضارة الإنسانية والموروث الثقافي المشترك والثري بين شعبين الشقيقين التونسي واللبناني. قد لا ترون أنه من المعتاد أن يتم الاحتفاء بالإعلاميين في السفارات، إلا أنني شخصيا أعتبر أنني أنتمي إلى العالمين بحكم تجربة قصيرة ولكنها ثرية جدا بالنسبة لي في مجال الإعلام، ولكن أيضا لأن العلاقة بين الإعلام والدبلوماسية علاقة عضوية في اعتقادي، فهذه العلاقة تكاملية أحيانا عندما تلتقي الأهداف والغايات، إلا أنها قد تسير في خطين متوازيين عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المعلومة، وتكاد تكون تنافسية أحيانا أخرى عندما يتعلق الأمر بإيصال المعلومة وتحليلها وتفسيرها. هذا موضوع محاضرة طويلة لا يسمح به المجال الآن، لكن أشير فقط إلى أن من أكثر الدبلوماسيين نجاحا في عديد الدول الغربية والعربية كانت لهم خلفية إعلامية حقيقة.
أصدقائي الأعزاء، يسرني أن أقول لكم